اليوم بإحدى مصحات الدار البيضاء توفي الفنان القدير عبد اللطيف هلال الذي طبع ذاكرة المسرح والتلفزيون المغربيين بأعماله العديدة. الراحل الذي غادرنا إلى دار البقاء عن سن تناهز 82 سنة يعد من رواد المسرح إذ سلك هذا المسار منذ العام 67 من القرن الماضي. أمين الهشومي. كان رجل المسرح والشاشتين الصغرى والكبرى، من الرعيل الثاني للحركة المسرحية بالمغرب. تاريخ الفن المغربي سيظل مقرونا باسمه بعد أن ترك بصمات واضحة في مساره منذ البدايات. في أوائل أربعينيات القرن الماضي رأى عبد اللطيف هلال النور في مدينة الدار البيضاء، وفيها نشأ وتربى وعشق التمثيل. الراحل كان من أهم رواد الحركة الفنية والثقافية وعلما من أعلام المسرح المغربي. تفنن عبد اللطيف هلال في إنجاز روائع المسرحيات الاستعراضية التي تغنت بأمجاد الوطن وبطولاته، منها المسيرة الخضراء والمغرب واحد. بطبيعة الحال غادي نكون فرحان، ما كاينش شي واحد اللي يكره أنه يعملوا لي نفس التكريم. وتفوق في أعمال كبيرة خالدة من أبرزها رصيف السكة والمرحوم، وآخرها سلسلة سوق الدلالة التي تعرض على القناة الثانية. رحم الله الفنان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.